السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لو قلت أي حاجة غير كلنا بشيكو المكسيكي يبقى أنا راجل بكذب عليكم، وهذا أو هذه النقطة لا أحبها أو أحبذها خالص. فكلنا بشيكو وكل المكسيكان اللي هنا يعني مستعدين للفوز بكرة، وأنا بقولها من كل قلبي خالصة مخلصة، ومش عايز حد يقول لي الوطنية والمهلبية وازاي وما يصحش، وانت والنادي ومصر. الاهلي لا يلعب باسم مصر، الاهلي بيلعب لنفسه ولتاريخه، والبطولة اللي هتيجي هتتحط في دلابه وهيصدعونا وهيوجعوا دماغنا، واحنا اصلا واعيين من العاشر، وادي انتوا شايفين اللي بيجرالنا. يبقى احقاقا للحق انا راجل بقول قناعاتي، وانت حر، عايز تزعل مني اتفلق، ولا عندي اي مشكلة ان كانت ازعل للصبح حبيبي. لو زعلان بحر هناك مليان، اشربها على قد ما تشرب للصبح، ولا عندي مشكلة. وهنشوف ان شاء الله بكرة، يعني ان غدا لا نظره قريب. ونحتفل سويا عشان ما هنتصدق. وإن كنت برضه أنا عارف إنتوا حظ عوالم. أقسم بالله أنا ما شفت، أقسم بالله بحق الساعة الفضيلة اللي احنا فيها، أنا ما شفت عوالم في حياتي، في تاريخ حياتي بالشكل ده. مش ممكن. كل لما نيجي نحسب حسبة أو نقول حاجة بقدرة قادر تفلتوا منها. مش عارف والله، لو انتم مخويين جن الجنون ما يعمل كده. انما ماشي، انا وانتوا على الله ان شاء الله، وهنشوف بكره ايه اللي هيحصل. الحاقد الكاره يا سيدي، انا حاقد وكاره، مش عايزكم تكسبوا، ما بحبكمش. موضوع بسيط خالص يا جماعه، دي كوره، ما بحبكمش عادي. انتوا يعني بتحبونا؟ يعني لما الزمالك بيلعب، يعني الزمالك اللي بيلعب مع بابشيكو بكره، يا ربنا على التحفيل اللي هناخده والتمنيات بالخسارة وبالانكسار للصبح. انما ما بتشوفوش نفسك اجدع ناس في الدنيا تتكلم في الغلط وفي الهطل وفي العباطة. انا ما شفتش اي كلام في العباطة، ومرائين وكذابين ومنافقين، ويقولوا كلام عكس ما يعني ما يصدقوا او يحسوا، انما عندهم الموضوع ده بمنتهى الطلاقة، حريفة في قلب الحقائق، ويثبتوك حاجة غريبة الشكل. عموما ان شاء الله كلنا بشيكوا، وهيكسب بكرة وهيقابل ريال مدريد، وترجعوا بقى انتوا يعني ايه اللي ادراككم سالمين ان شاء الله تبارك وتعالى. بنرجو من جماهير نادي الزمالك عدم الالتفاف للميديا واللجان جيمي المتهاك القرني، وانها تركز مع نادي الزمالك. والماتش بتاع يوم الاحد مع النادي المصري ماتش حياة وموت. الميديا كلها واخدانا في سكة الكوتش الجديد. كوبر موافقش، كيروش قال لا انا منتخبات بس، ميكالي قال لك 65 ايه 65,000 ايه او 60,000 ايه اللي انتوا عايزين تديهم لي في الست شهور اللي جايين، وبعد كده 90، وبعد كده 110. لا ده انا قاعد هنا مبسوط 24 قرط وباخد 110. ده الكلام اللي بيتقال. كل ساعه يجيبوا لنا حد واسماء جديده وبتاع، على العلم اللي انتوا مش مركزين فيه ان ماتش الزمالك مع النادي المصري يوم الاحد، ولازم الزمالك يكسب حتما عشان يبقى اول المجموعه. حتما لازم الزمالك يكسب عشان يبقى اول المجموعه. مين احمد مجدي ده؟ مين مش عارف ايه؟ الكوتش جاي يوم الاثنين، اتفقوا عملنا واخديننا في سكه غير السكه. والله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم كل من كان السبب في رحيل هذا المدرب المحترم اللي كان
امير قلوب الزملكاويه بصراحه جوميز. هتتهموه بالخيانه، وهتتهموه بالغدر، وهتتهموه. انا كل اللي قلته ان هو واطي، ان هو مشى في تايم زي ده، انما من حقه يمشي زي ما انتم من حقكم تمشوه. هو من حقه يمشي. كان ممكن يخسر ماتش المصري ده وتمشوه، ممكن، وارد. الراجل شاف مصلحته بعد ما بس الايادي زي ما بنقوله، زي ما قلت، علشان يتجدد له. لا بعد انيمبا، لا لما نرجع من الساحل، لا بعد التجديد لزيزو، لا لما نركب البلاط بتاع حمامات السباحه، لا مش عارف ايه، لا ايه. حاجه مسخره، حاجه بقت فتره، ويعني تتحط تحت بند قله ادب. ومش ممكن ابدا يا جماعه نادي الزمالك بعراقته وبتاريخه اللي ضيعنا عليه عمرنا يعني يدار بهذا الشكل بصراحة، بهذا الاستخفاف من الناس. وانا مش فاهم هتفضلوا على كده واحنا هنفضل ساكتين ولا ايه الوضع؟ محدش عارف. اتهموه بالخيانة علشان يداروا فشلهم في إدارة الملفات. والله يا عم ما احنا فايقين، ده احنا واخدين تركة ثقيلة كلها ألغام. طب انا عارف وانتوا عارفين، وانتخبناكم على ان انتم اغنياء القوم وعلية القوم، ومعاكم عصاية علي الكسار وشبيك لبيك وافتح سمسم، وما عندناش اي مشكلة. غرقتونا غرقتونا. الراجل مش كان ممكن نستحمل اي حاجة، اي حاجة، اقسم بالله كان ممكن تعدي على الزملكاويه. وانا اولهم ان انتم هتعملوا صفقات في الشتاء اللي جاي ده، تخيلوا. انما النجوم يمشي لغايه دلوقتي، خدوا بالكم، انا لغايه دلوقتي مش مصدق، مش مستوعب، لغايه دلوقتي مش مستوعب. يعني انا مركز بس في ماتش المصري ومش يعني مش متخيل ان جوميز مشي. وتحال زملكاويه كتير جدا اصلا الفشل واللجان والدنيا كلام عبيط ملوش اي لازمه. وانتوا عارفين ان اللي انتوا بتقولوه افتراء وهراء وكذب على هذا الرجل المحترم اللي بيتعامل بيزنس بيزنس. لو كنتوا احترمتوه وعملتوا وفعلتوا معاه العقد ما كانش حصل اي حاجه. هو الراجل مش تبع العقد، عملتوا عقد معاه مكتوب في شرط جزائي، قال لك انا همشي ونشوف الشرط الجزائي. قال يعني كان بياخد فلوس قوي؟ كانش بياخد فلوس يا عم، ولا اللعيبه بتاخد فلوس ولا. ده عمل من الفسيخ شربات. ده خلى دونجا بقى احسن ستة في مصر، خلى ناصر منسي اسطوره، خلى. شوف حسام عبد المجيد بقى مستوى عامل ازاي، شوف عواد، شوف. الله لا يسامحكم، الله لا يسامحكم. وزي ما قلت لكم فاضل لكم زلطه وتطلعوا بره. ويا لبيب ابعد احمد سليمان، لان انتوا مش قد غضب جماهير نادي الزمالك. انا قلتها لكم اهو وبقولها لكم تاني، وربنا المستعان. كلنا وكل تركيزنا على نادي الزمالك او ماتش الزمالك والمصري، ورب الفوز لنادي الزمالك ان شاء الله. والبورسعيدية يعذروني طبعا، بورسعيدي وافتخر، بس احنا بنتكلم كوره يا جماعه، وكلنا بشيكو ان شاء الله. فيفا ميهيكو. اشوفكم على خير، السلام عليكم.